الترحيب كلاكات ثالث مرة. أهلا بيكم يا جماعة. أهلا وسهلا. مرة تانية احنا لسه مستمرين في هذه الحلقة. كنا بنقول الفقرة يا ترى هو أنت مصري ولا في حاجة اسمها مصري إخواني اللي احنا بنفهمه مصري بقى، مصري من حزب الدستور، مصري من التيار الشعبي، مصري من أي حتة، هو أنت مصري. مصري إخواني، مصري حزب النور، مصري حزب الوطن، هو أنت مصري. ده اللي احنا بنفهمه. فجأة وسبحان الله العظيم لقينا أنه الإخوان الحقيقة يعاملون معاملة تفضيلية. تعالوا نشوف كده. في عندنا في الكويت الحقيقة حصل إلقاء قبض على حوالي 20 شاب مصري بينتموا إلى عدد من الأحزاب والتيارات السياسية. بإيه بقى؟ التهمة التجمهر. سلام. تهمة التجمهر، يعني واقفين بيضحكوا مع بعض. تجمهر عادي. كمل يا عم. تجمع الشباب وقتها كان الاحتفال برأس السنة الهجرية بناء على دعوة تم تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي. بعد القبض عليهم تم اقتيادهم فورا إلى السجن، وبعد كده يتم ترحيلهم، يعني يسجنوهم علشان خاطر بعد كده يتم إجراءات الترحيل. اكتفت السلطات المصرية الحقيقة فقط بمعرفة ملابسات الحادث أو ملابسات الواقعة. المخزي وقتها كان الحقيقة للأسف الشديد قيام سفير مصر في الكويت السفير عبد الكريم سليمان بمناشدة الجالية المصرية الالتزام بالقوانين الداخلية لدولة الكويت. ما احنا نحب نحترم القانون وقت ما نقول عاوزين نحترم القانون. وأشار أيضا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، سواء المواطن أو المقيم، دون محاولة الحل أو معرفة الأسباب. طبعا مهم ان احنا نقول للمصريين بتوعنا احترموا القانون بتاع الدولة اللي انتم موجودين فيها، زي ما انتم كمان لازم تحترموا القانون بتاع الدولة اللي انتم منتمين ليها. لكن الغريب ان ما فيش حد حاول يحل، ومحدش حاول يعرف ايه السبب. يعني ايه تجمهر واحنا واقفين بنحتفل بفعالية ظريفة لطيفة لرأس السنة الهجرية؟ محدش حاول يفهم ايه هي الحقيقة، ايه هي الأسباب، توضيح للموقف اللي حصل تجاه ال20 مصري من الشبان المصريين اللي موجودين هناك. لكن تعدي الأيام والأسابيع ويحصل عكس ده تماما. الدكتور محمد مرسي العياط رئيس جمهورية مصر العربية يتحرك فورا لحل مشاكل الأهل والعشيرة في دولة الإمارات. 11 شاب أو 11 شخص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، بعد ما قامت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإلقاء القبض على خلية طبقا لكلام الإماراتيين تضم أكثر من 10 أشخاص أو 11 زي ما قالت جلف نيوز تابعين لجماعة الإخوان المسلمين. رئيس جمهورية مصر العربية أرسل وفد مصري رسمي رفيع المستوى برئاسة عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، اللي هو محمد رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة، إلى الإمارات الأربعاء الماضي، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضية تنظيم الإخوان المسلمين. إيه الغرابة دي؟ الموقف الحقيقة هنا من الرئيس تجاه ال11 مصري اللي في الإمارات تقارنوا بالموقف بتاع الرئيس من ال20 مصري اللي في الكويت. تقعد تلاقي في النهاية النتيجة للأسف إيه؟ في مصري إخواني وفي مصري مش إخواني. هو ده الفرق. مواطن مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والأهل والعشيرة، عشيرة السيد الرئيس، ومواطن مصري لا ينتمي إلى هذه العشيرة. الحقيقة خلونا إن إحنا نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، وهم الحقيقة مجموعة ممن تعرضوا لهذا الموقف في دولة الكويت. محمد حفني عضو التيار الشعبي، أهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا فندم. الأستاذ حازم الزهيري عضو ومؤسس بحزب الدستور، أهلا. أهلا. شفناكش من أيام ما اتضربنا من الأولاد الأشقية كانوا بيلعبوا بالشماريخ بس قدام دار القضاء العالي. لكن الحمد لله على كل حاجة. وأيضا رياض حداد عضو التيار الشعبي، أهلا بالسادة. أهلا بحضرتك. نورتونا يا فندم. طيب الحقيقة بعد عودتكم إلى القاهرة ومرحلين من دولة الكويت الشقيقة، ممكن ناخد بالترتيب رؤيتكم إيه لهذا الوضع، يعني ما بين مصر من الداخل، مصر وتعاملاتها مع أبنائها اللي كانوا في الكويت وأبنائها اللي في الإمارات. والله يعني أنا هبدأ الأول إن إحنا هناك لما اتمسكنا ما تحققش معانا. إحنا قعدنا 3 أيام في سجن الإبعاد وتم الترحيل. اتمسكنا يوم 16/11 وسفرونا يوم 19 بدون تحقيق، بدون متابعة قوية من السفارة. زارنا السفير طبعا ما شفناهوش، احنا شفنا السفير وائل جاد اللي هو اعتقد القنصل العام. راجل يعني كأنه واحد صاحبك جاي يواسيك في المحنة اللي انت فيها، لكن ما فيش اجراء تم
زي ما حصل مع مشكله دبي. لما وصلنا المطار هنا للاسف انتظرنا وفد من مستشارين الرئيس، وقعدنا وفتحوا لنا صاله كبار الزوار جايين فتوحات. قعدوا معانا وسمعنا كلام جميل جدا وتبادلنا ارقام التليفونات، وللاسف ولا واحد رد علينا من 19/11 للنهارده، رغم ان احنا الموبايلات عليها رسائل. من تاريخ كام يا فندم؟ 19/11. ياه، ده من وانا صغير. فللاسف طبعا قابلنا الدكتور ايمن علي اللي هو مساعد الرئيس لشؤون المصريين في الخارج. كلام جميل جدا كما عودونا. رقم تليفوني بس يا ريت تبعت لي مسج تقول لي انا محمد عشان ابقى عارف وارد عليك عشان الضغوط اللي عندي. ماشي. لو وريت لحضرتك كام رساله انا بعتها له، كم مره رد عليا؟ ولا مره طبعا. سمعنا كلام جميل جدا. للاسف مفيش حاجه اتنفذت منه. الصدمه الكبيره من 19/11 للنهارده ان بمجرد ما اتمسك 11 او 12 واحد من الاخوان في دبي، فورا الرئاسه تحركت كاننا مش مواطنين مصريين، والرئاسه بتحكم زي ما بنسمع اهل وعشيره محمد مرسي بس للاسف. وعدونا ان الرئيس هيقابلنا ونائب الرئيس المستشار مكي هيقابلنا، وسمعنا كلام جميل جدا ما تمش منه اي حاجه للنهارده. 19 استاذ يوسف، 19 اسره مش 19 فرد. انا سايب زوجتي واولادي هناك، عندي طفله كده. حضرتك ما تقدرش ترجع الكويت تاني؟ والله يعني احنا وشغلك وحياتك. احنا الاول انا 18 سنه في الكويت، كنت بشتغل مدير مبيعات شركه مواد غذائيه محترمه. جميل. واصحاب الشركه ناس محترمين جدا ما شاء الله، ما ساقوش ليا خالص، بل بالعكس في تواصل لدلوقتي للحظه. تمام. تخيل حضرتك لما تسيب طفله عندها 8 سنين يوميا الصبح كانت متعوده ان انا بصحيها واوديها المدرسه. جميل. فحرمت من ذلك؟ مش حرمت بس، وحرمت. انا يوميا بسمع بوكا في التليفون من بنتي. ايه المشكله دلوقتي بشان دخولك الكويت مره ثانيه؟ احنا ما اسأناش للكويت خالص، بالعكس احنا بنحب البلد جدا واهلها ناس طيبين، بس احنا عتبنا عليهم ان احنا ما تحققش معانا. دلوقتي القرار انكم ليس من حقكم العوده الى الكويت مره اخرى؟ انا اعتقد ان الخليج كله مش الكويت بس. ياه. يعني هو بيتعمل بلوك على الخليج كله. مجلس التعاون. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا اللي حذف نفسنا ان هم ما حققوش معانا، ما قلناش تهمه. تجربه السيد. أنا هبدأ كلامي بتصريح مساعد وزير الخارجية سيادة السفير علي العشيري بأن القرار المتبع مع المجموعة المبعدين من الكويت ال19 لا يوازي صحيح القانون الكويتي. يعني قانون الكويت صحيح لا يوازي صحيح القانون الكويتي. القانون الكويتي الإجراءات المتبعة مع مجموعة المبعدين إجراءات غير قانونية ولا توازي صحيح القانون الكويتي. القانون الكويتي ما بيصرحش ان المبعدين من دولة الكويت الاجانب ان هم يخرجوا بوثائق سفر كويتية رغما عن انف السفارة المصرية. ده اول شيء. ده واحد. ده رقم واحد. رقم اتنين، مجموعة 19 مبعدين من الكويت دول مصريين اتقبض عليهم بطريقة عشوائية. بمعنى ان افراد امن من الشرطة وقفت على بوابة أمن حديقة متنزه له سور عليه حراسات أمنية، بدأت تقبض على أي مصري يشتبه فيه إن هو مصري. يشتبه فيه إن هو مصري. المصريين بيتعرفوا هناك. المصري معروف في أي مكان. المصري مرفوع راسه في أي مكان، بس مرفوع راسه بينه وبين نفسه. علشان الإنصاف إحنا طول عمرنا عندنا مشكلة كمصريين لما بنروح نشتغل في الخليج. في الأغلب الأعم، في ناس ما عندهاش مشاكل، لكن في الأغلب الأعم ما بنلاقيش المعاملة اللي احنا بنرتجيها. ده في الأصل. قلنا بعد الربيع العربي ارفع راسك فوق، انت مصري والناس كلها هتحب وهتموت فينا وحاجة ما فيش بعد كده. شوية والحكاية باظت. مؤخرا أصبح من الواضح أن الجاليات المصرية في الخليج تدفع فاتورة علاقة سيئة ما بين الخليج وما بين الإخوان المسلمين. هل ده صحيح؟ الكلام ده سليم. الكلام ده سليم، واللي بيدل على الكلام ده ان مؤسسة الرئاسة بكل اللي قالته لنا في استقبالهم لينا في مطار القاهرة ان هم بمساعيهم وبتواصلهم وان هم عملوا اتصالات لم تجدي شيئا. بتواصلهم مع السفارة المصرية في الكويت
تواصلهم وجميع اتصالاتهم اللي تمت لم تجدي شيئا. اللي انا كنت عايز اوضحه والنقطه المهمه ان ال 19 اللي تم القبض عليهم بطريقه عشوائيه على بوابه حديقه الجزيره الخضراء في الكويت، القبض العشوائي ده ما كانش فيه بعده ولا تحقيق ولا تهمه ولا قضيه ولا تسجيل دخول للاعتقال، وتم ترحيلهم من اسم الشرطه اللي هو المخفر بالمسمى عندهم. أيوة. من اسم الشرطه لسجن التوقيف والابعاد مباشره. ده بقرار. طب القرار ده خاطئ على فكره كان يوم قانونيا عطلة يا أستاذ وباتفاقات الدوليه وحقوق الانسان يوم عطلة. والحريات. كان يوم عطلة. خاطئ. يعني كان يوم عطله وموجودين جوه منتزه. اصل انا عارف المكان ده لان انا رحت وتعرضت مره الى سخافه من احد الضباط هناك، بس ده كان سنه 2000 مش مشكله. انتم يوم عطله وفي منتزه، وطبيعي انه يبقى في ناس موجوده من اي جاليه، مصريين بقى تايوانيين، مش دي القصه، حاجة بيقضوا تانية يا يوم أستاذي. الاجازه. حاجه تانية يا استاذي، المعروف في اي مكان في الخارج ان المصري يوم الاجازه الوحيد بيبقى هو ده يوم يعني يوم العيلة اللي بياخد والخروج. فيه تنفس ليه؟ في ناس متصوره ان الناس في الخارج، المصريين في الخارج دول عربيات وفلوس وبلا بلا بلا كتير، حاجات كتيره كده. المصري في الخارج مربوط، بيصحى الصبح يروح شغله، يرجع من شغله يا عيني يلحق ينام له ساعتين عشان يعرف يروح شغله تاني يوم بكره الصبح. يوم الاجازه ده بيبقى اليوم الوحيد اللي بيتنفس فيه وبيقدر ياخد فيه ابنه وبنته ومراته لو ويطلع ليه ياكل اسرته لقمة بياخدهم، ملوش ويروحوا. بيتلم مع مجموعه الشبان المصريين ويروحوا يقعدوا لهم في مكان يتغدوا ويستمتعوا بهواء جيد وما الى ذلك. طيب احنا طلعنا يوم الاجازه الوحيد وده كان يوم عيد، يوم راس السنه الهجريه. راس السنه الهجريه. بتحتفلوا باعياد المسلمين في الكويت. والغريب يعني انتوا مسلمين؟ والغريب في ذلك عشان وبتحتفل؟ يتاكد في واحد في وسطينا اتقبض عليه من ضمن ال 19 قبطي واخوه لا قبطي. اتنين. في راس السنه الهجريه والله. موجودين. ده كانوا يعني كانوا بيقضوا يوم في الجزيرة. بيحتفلوا معاكم براس السنه نعم. الهجريه. كانوا رايحين هم يقضوا محدش يوم. هناك قال لهم فاكروا ان أجازة. ده حرام ولا حاجه؟ ده اجازه. لا تهنوا اخوانكم المسلمين باعيادهم. وتم القاء القبض بضبط واحضار واحد من بيته، وتم تسجيله برضه بتهمه التجمهر بدون ترخيص وهو جاي من بيته، جابوه من بيته. طيب حازم الزهيري يمكن عشان عارفه كويس فانا عارف انه حازم نشيط سياسيا، مش يعني تيار شعبي وما الى ذلك. اقول لك عندنا حزب الدستور ده راجل برضو نشيط جدا، موجود في فعاليات كتير. زي ما كنت بقول ما شفتوش من ساعه ما كان اولاد بيتشاقوا، ما كانوش يقصدوا قدام دار القضاء، اللعيبه بيلعبوا بالشماريخ وبالطوب بس وبشويه شوم يعني. فالمهم انه اكيد انت سبب المشكله يا سيد حازم. انا السبب. اكيد يعني أنا انت بتاع اكيد جبنة جمعت الناس على خلفيه ان احنا بنعمل احتفاليه ظريفه بمناسبه راس السنه الهجريه، وشارككم فيها بعض اصدقائكم واخوانكم المسيحيين المصريين اللي موجودين في دوله الكويت، لكن اكيد انت كنت بتعمل تنظيم لقلب نظام الحكم في الكويت بكاملها، وفين؟ في منتزه الجزيره الخضراء يوم راس السنه الهجريه. يعني يشاء العلي القدير. ممكن لو سمحت تعترف او تقول لنا الحق. هو الظريف بقى في النقطه انا ما كنتش موجود اصلا في اليوم اللي ما كنتش موجود في المكان ده. انا كلموني ايه كلموني في مشكله، تعالى شوف المشكله ايه. ده احنا مشكله صحاب مصريين على الباب. فهو عادي ساعات بتحصل مشاكل فبنروح. فانا رحت، انت مصري؟ قلت له اه. قال لي تعرف حد من اللي واقفين دول؟ قلت له اه اللي واقف ده صاحبي. قال لي طب اقف معاهم. انا واقف معاه. كان فعلا كانت حاجه غريبه والله. لما رحنا المخفر الراجل بيكلمني فخد الموبايل بيفتحه، للاسف لقى اللوجو بتاع حزب الدستور على الموبايل. قال لي انت ده ايه اللوجو بتاع ايه؟ البرادة ايه؟ ايوه البرادة ايه. فبدانا في مره واحده لقينا الوضع بدا يختلف. محدش بيحقق معانا. الظريف جدا في الموضوع ده بقى كمان ان الفرقه 19 دي كلها اول مره تتعرف على بعض في السجن. الفرقه 19. الفرقه 19 هم اطلقوا مع علينا ان احنا عندنا تقرير لجنه تقصي حقائق بيتكلم على الفرقه 95. لا احنا اطلقوا علينا هناك في لقب الفرقه 19 عشان احنا 19 مصري مرحلين مع بعض. كان اول مره نعرف بعض. 80% من الموجودين جوه الفرقه ديت اول مره يعرفوا بعض جوه السجن. ده كان تاثرا بفرقه ناجي عطا الله. كان تاثرا بفرقه ناجي عطا الله يعني تشبعوا من المسلسل الرمضاني الشهير. فاحنا اتقبض علينا. مش فاهمين حتى اتقبض علينا ليه. مره واحده لقينا نفسنا في سجن. طب فين السفاره؟ مفيش سفاره. اللي احزنني انا شخصيا في الموضوع ده كله حاجه اهم من الكلام ده كله. لما نائب رئيس الجمهوريه في دوله مصر يكلم ولي العهد، ولي العهد ما يستجبش لطلب المفروض انه طلب بسيط حتى يتعمل معانا تحقيق. انا مش عايز حاجه غير القانون ياخد مجراه. انا طالب القانون ياخد مجراه، مساواه بالاهل وعشيرته اللي في الامارات، ان يحصل تحقيق. احنا ما حصلش معانا تحقيق، ده الامارات وضعهم احسن مننا اللي بيتحقق معاهم. والنهارده قريت تصريح من حكومه الامارات قالت البريء هيطلع براءه والمذنب هيتعاقب. احنا كنا نفسنا يحصل معانا تحقيق هناك.
على الاقل ما حصلش تحقيق خالص. انتوا رحتوا على طول على سجن الابعاد، ومن الابعاد الى مصر الطياره حتى احنا ما السلام سافرناش بجوازات سفرنا. انا جواز السفر بتاعي مش مختوم خروج من الكويت. احنا مسافرين بوثيقه معانا نسخه منها هنا، وثيقه سفر كويتيه لمره واحده. مواطن مصري ينزل مصر. الغريب ان الموسيقى دي تمت والسفاره كانت عارفه، والسفاره قالت لنا ده احسن حاجه ممكن نعملها لكم. انا يمكن عشان وقتها عصام الحداد ما كانش جه الرئاسه. ما هو ده واضح ان عصام الحداد اتحرك لاهله وعشيرته. احنا ولا من اهله ولا من عشيرته. يمكن بعد ما يخلص موضوع الامارات يظبطكم. فين هيدخلنا اهله وعشيرته؟ طيب نطلع لنا كرنيهات ولا الكويت تاني بقى ويشوف اذا كان في اجراءات تحقيق يعني بحسن النيه. تتوقع ذلك؟ لا طبعا. ليه؟ الجواب بيبان من عنوانه، واللي عايز حاجه بيعملها من الاول. رئيس جمهوريه مصر هو رئيس لكل المصريين، مش فصيل معين ولا لناس معينين. كنت اتمنى ان نلاقي نص الاهتمام اللي بيواجهوه اخواننا في الامارات، وربنا يساعدهم وتحل مشكلتهم بكل سهوله ويفضلوا قاعدين في الامارات ما يرجعوش مصر. واتمنى كمان ونتمنى ان هم يكونوا بريئين من التهم المنسوبه اليهم طبعا. ونتمنى انه طبعا. يبقى في وفد كبير من نقابه المحامين، مش بس من محامين الاخوان ولكن من سائر التيارات المختلفه، يروح يطلع على هذه التحقيقات ويدافع. ده حق للمواطن. عندنا في الكويت كان في 4000 قاضي مصري، مفيش ولا السفاره استعانت بولا واحد منهم. يعني احنا عندنا 4000. احنا كان عندنا الشهير هشام البسطويسي مع حفظ موجود الالقاب. هناك. موجود هناك. اقول لك الشهير هشام البسطويسي. السفاره ما حدش كلمه. لا يعني لا معلش اللي كلموه كلهم عائلات ابناء وأطفال. الجاليه. لا ابناء الجاليه هم اللي استعانوا بيه. آه. اما السفاره لم تفكر للحظه بالاستعانه بهذا المستشار ذائع الصيت صاحب السمعه الطيبه بل الرائعه. ليه بنفكر في المستشار بسطويسي؟ احنا كان عندنا في الكويت محمود مكي نائب رئيس الجمهوريه، قعد في الكويت فتره كبيره بزمن، يعني ليه علاقاته وليه معارفه وليه يعني، ولكنه صار نائبا لرئيس الجمهوريه. بس كان ممكن فكان من الممكن انه بموقعه الرسمي كنائب رئيس جمهوريه وبموقعه السابق داخل المؤسسه القانونيه الكويتيه انه يقدر اكيد يخدمكم ولو خدمه قد كده اهو. عارف خدمه هل تدخل المستشار محمود مكي ولا لا؟ تدخل، واعتقد تدخله ما اثمرش باي حاجه. كان شكل تدخله ايه علشان الحق برضه كلم ولي العهد. طيب انا هسال سؤال بسيط علشان حضرتك رب اسره وهناك ابنه وهناك زوجه موجودين في دوله الكويت. دلوقتي ليس بمقدوركم العوده الى الكويت مره تانية غير بامر من القصر الاميري، مظبوط؟ تمام. هل ده يعني واحد ان انتوا اتقطع عيشكم في الكويت؟ احنا مش بس اتقطع عيشنا، احنا خسرنا كتير. بمعنى خسرنا يعني تخيل حضرتك 18 سنه انت عايش حياه كامله هناك. يعني احنا كنا بنيجي مصر زيارات شهر ونص عشان نشوف اهلنا، لكن يعني المساله كانت اصبحت اشبه بهجره مثلا بالنسبه لحضرتك. طبيعي موجود هناك، اسرتك هناك، المدارس، الدنيا، الشغل، طبعًا. الحياه طبعا ولا غضاضه في ذلك، فهي دوله عربيه شقيقه. بالعكس احنا كنا هناك كاننا عايشين في مصر والناس كويسين جدا معانا. كنت في حي ايه؟ انا رحت السلميه. انا كنت في الفرعونيه. لا انا عارفه، بس انا رحت السلميه كان جميل قوي. يعني احنا اصحابنا هناك يا استاذ يوسف اللي سبناهم، في ناس كانت دموعهم نازله واحنا في المطار. طيب يبقى الاسره تتفكك، لقمه العيش اتقطعت، حياه باظت. تمام. ايه المطلوب؟ المطلوب احنا طلبنا من لما قعدوا معانا، لما رحنا قصر الاتحاديه وطلبنا مجموعه طلبات. طبعا انا بالنسبه لي لو في مجال للعوده انا ما عنديش مشكله، لان انا سايب اهلي هناك وعندي ابن ثانويه عامه. باذن الله. تمام. باذن الله باذن الله ربنا لو في مجال الوضع ده يتصلح وارجع ابقى مع اسرتي، ده ممتاز بالنسبه لي. في حاله ان مفيش، طبعا الرئاسه مفيش تحركات خالص، مفيش كلام. في حاله ان مفيش، ال 19 اسره اللي تقريبا حياتهم شبه اتدمرت او عندهم مشاكل دلوقتي، اقل حاجه طلبنا تسكين الناس اللي موجودين في وظائف. احنا 19 شاب كلهم عاوزين يعملوا مداخلات. اللي معانا ال 16 اللي موجودين بره. بنطلب وظائف للناس، لان في شباب لسه بادئ مستقبله لسه، يعني في ناس بقى لها 5 شهور بس في الكويت ورجعت معانا، ناس طالعه يوم ترفيهي يلا اركب. يعني هو زي ما حاجه حازم ده، هو اصحابه بيقولوا تعالى الحق ده في مشكله. طيب رايح انت مصري، خش وقف هنا في الطابور، يلا دول اللي هيتقبض عليهم. تمام. وقف في طابور المتهمين. ده اللي حصل فعلا. والعساكر لا ده اجراء بسيط وهتطلعوا هتكتبوا تعهد ان انتم ما تعملوش تجمهر، واحنا ما فيش تجمهر ولا بنتكلم في السياسه هناك، لان احنا عارفين قوانين البلد. طب محمد انت رجل قانون مش كده؟ رياض. انا قانون. رياض انا اسف. انت دارس ايه؟ انا بكالوريوس خدمه اجتماعيه، ومعايا عدد كبير من الدراسات العليا تعملها درجه ماجستير دلوقتي، ده لو كنت كملت. كنت بتشتغل ايه في الكويت يا فندم؟
انا كنت مدير مكتب مدير عام المشروعات الهندسيه بمؤسسه الموانئ الكويتيه. ما كنتش لازم تقول اسم الشركه، بس يعني منصب ما شاء الله عظيم. لا هي مش شركه، يعني دي رجل حكومه. يعني تشتغل في الحكومه. يعني رجل ليك سمعه وسيط جيد في هذه الدوله. وعندك بقالك قد ايه في الكويت؟ انا داخل الكويت 18/3 اللي فات. طيب موقف الشركه اللي هي تابعه للحكومه او تابعه للدوله في الكويت منك تحديدا ايه؟ كانت حزينه جدا. هل خدت اي موقف تجاه دعمك في هذا الموقف؟ الموضوع مش كده يا استاذي، الموضوع ان احنا مش اولا احنا بنتكلم عن 19 واحد برضه. عارف ليه انا بسال؟ ايوه انا فاهم حضرتك، وانا هوصل لك النقطه دي. انا عشان ابقى واضح قدامك وقدام الساده المشاهدين، انه اذا كنا مش عارفين نخلي اجهزه بلدنا تجيب لنا حقنا، فاعتقد انه الجهات اللي اشتغلنا فيها تستطيع ان تدلي بشهاده حق تجاهنا انه احنا لا مشاغبين ولا بنعمل مشاكل، وان احنا ناس قاعده هناك بتشتغل بتساعد في تنميه هذا الاقتصاد لهذه الدوله. وكنا نقف الحقيقه في حاله من حالات السلم الكامل، ولكن حصل تعنت ما من قبل بعض ضباط الامن الكويتي. فوصلنا الى مرحله يا باشا فانه بلدنا ما بتساعدناش، فبنقول للشركات اللي كنا بنشتغل فيها ولا المؤسسات اقفوا انتوا معانا وقفه الرجاله. تاكيدا بقى على كلام حضرتك اللي هو في سياق الكلام، انا كنت شغال في مؤسسه الموانئ الكويتيه. مؤسسه الموانئ الكويتيه يعني بدخل ميناء بحري يوميا كل يوم صباحا وبخرج منه بعد الظهر. في تصريح دخول ممنوع اي حد. تقريرك الامني يعني يبقى برلند. لازم لا توجد اي شبهه جنائيه او سياسيه او اي مخالفه عليا، دي رقم واحد. ده لا عليا. في معانا واحد شغال في وزاره الداخليه، في وزاره الداخليه الكويتيه، واحد من المصريين ولادنا شغال هناك في الداخليه الكويتيه. واحد شغال في وزاره الدفاع. وفي واحد شغال في وزاره الاشغال. بتوع الداخليه والدفاع دول اللي تقريرهم الامني فوق البرلنت بحبتين. عارف حضرتك ان معنى ان واحد شغال في وزاره الداخليه يتكتب عليه ان هو راجع من الكويت مبعد بسبب التجمع بدون ترخيص او لسبب سياسي؟ ازاي؟ واحد شغال في وزاره الدفاع ازاي؟ واحد كل يوم بيدخل مؤسسه الموانئ الكويتيه، بيدخل ميناء بحري، ميناء بتدخل فيه سفن وبتخرج منه سفن. اي واحد في الكويت ما بيقدرش يدخل الميناء ده الا بتصريح دخول. دي مشكله ثانيه. حازم بك. نعم. الكلام اللي قاله رياض، الكلام الاستاذ محمد، والكلام اللي حضرتك حكيته، هاخد منك مش تحليل للوضع سياسيا، بما انكم ممكن تكونوا اعضاء في احزاب او نشطاء او حتى غير ذلك. هي المسألة هذه الطريقة من التعامل من قبل الدولة المصرية وممثلة في مؤسسة الرئاسة مع مجموعة من المصريين هم ينتمون الى تنظيم الاخوان المسلمين، ومجموعات عريضة جدا من المصريين لا ينتمون الى هذا التنظيم، بيدفع بايه؟ بيدفع في قرارة أنفس المصريين بالإيه؟ هل هو بالخوف أم بالحذر أم بالإحساس بعدم الانتماء؟ بيدفع بالإيه؟ هو بيدفع تأكيد لحاجة واحدة بس، إن الثورة لسه مستمرة وإحنا مكملين في اللي إحنا فيه، وإحنا لغاية دلوقتي ما عندناش رئيس جمهورية. إحنا لسه بلد بتدار بفكر جماعة، مش بفكر رئيس جمهورية لكل المصريين. لا، إحنا عندنا ناس بتدير البلد دلوقتي بفكر تخصصي قوي. أنا أرقص من أرقصه فقط والباقي ماليش دعوة بيهم. لان مش طبيعي ان مصريين ولجأنا للدكتور محمد مرسي ورحنا له قصر الاتحاديه وقدمنا شكوتنا هناك، وقابلتوا المساعدين وقابلنا المساعدين وقابلنا كل المهرجانات، وقعدتوا في قاعه كبار الزوار والحمد لله، وشربنا شاي وعملنا كل حاجه وميه معدنيه. فوصلنا النهارده واضح انكم ما شربتوش شاي بالياسمين. لا شربنا بالياسمين. لا والله بطعم الياسمين ورائحه الياسمين. فالنهارده بعد الموقف ده كله حتى تليفوناتنا بيتجاهل الرد عليها. فكره ان انتوا عملنا اللي علينا وعملنا الشو الاعلامي في المطار وقابلنا الناس في المطار وتصورنا في المطار. ده فكره انا مش متقبلها ومش فاهم ازاي النهارده رئيس جمهوريه مصر العربيه يقبل ان في ناس ينتموا للناس اللي هو رئيسهم بيعملهم كده او رضي ان هم يتعاملوا كده، وفي نفس الوقت نفس الموقف يمكن ربنا اراد ان الحقيقه تبان. ما احنا في اقل من 45 يوم 10 من اهله وعشيرته حصل معاهم نفس الموقف. البلد كلها بتتحرك دلوقتي. هل ده الموقف الطبيعي اللي مصر كان المفروض نوصل بيه بعد ثوره 25 يناير؟ طب انا عايز اعرف اخيرا وليس اخيرا الموقف القانوني اللي يجب ان تتحركوا فيه. هل بتتحركوا ضد دولة الكويت بحقكم في العودة مرة تانية الى اعمالكم واشغالكم بما انه ليست هناك تهمة موجهة اليكم ولستم مدانين في شيء؟ ده واحد. واثنين، هل من حقكم ان تقادوا رئاسة الجمهورية لانها لم يعني او لانها غبنت حقكم في الدفاع عنكم؟ ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، مقاضاة رئاسة الجمهورية.
لان انت النهارده ده في مشاغب المعامله يا بالمثل. جماعه، ابعدوا عنه، ده مشاغب. لا احنا على فكره كلنا متفقين على راي واحد، وهو؟ واحنا الثلاثه بنمثل المجموعه كلها بناء على اتفاق. جميل. واحنا عاوزين نراجع حقوق الناس يرجع لها حقها، اللي يسافر اللي يرجع، واللي ياخد واللي يتعوض عن الاضرار اللي لحقت بيه معنويا واللي عاوز وأدبياً. ياخد القرار بالمكوث والجلوس في مصر هنا وبحث عن فرصه عمل في مصر الحريه وحر. الحريه كامله. بس عايزين نسلط الضوء على نقطة مهمة علشان تبقى واضحة قدام الجميع. بقول لمؤسسة الرئاسة وبقول للنظام الحالي، مستحيل كرامة المصري في الخارج هتبقى لها عزة، وان المصري يقدر يرفع راسه ويقدر ان هو يمشي، ما حدش يقدر ان هو يظلمه او يقع عليه ظلم في يوم من الايام الا ما كرامة المصري داخل مصر الاول يبقى حد يسلط على الضوء. لازم محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة يعرف ان هو غير قادر على إدارة البلاد طول ما هو ناسي كرامة المصري وحقوق المصري داخل مصر قبل ما يبص بره. هل حد فيكم انتخب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهوريه في المرحله الاولى او الثانيه؟ بصراحه لا، انا في المرحله الاولى طبعا احنا يعني احنا ميولنا كلها طبعا حمدين صباحي وفي المرحله الثانيه انا ابطلت صوتي. ابطلت. حد عاوز يقول تاني اخر كلام؟ يعني محدش عاوز يقول انتخب مين؟ لا احنا خلاص احنا يعني احنا ما انتخبتوش انتخبناش مرسي على اي حال يعني. لا، هو اللي انتخب مرسي بس هيطلع له حد يساعده في اي مشكله. الظاهر اصله لما جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الدكتور مرسي بيتم الدفاع عنهم اينما ذهبوا ومهما فعلوا، فواضح انه اللي مش من الاخوان المسلمين ما بياخدش حقه. وبعدين ممكن نلاقي كارنيه جديد اسمه انت كده ناخب لمرسي، ونراجع بقى نقارن نقول له بطاقتك كانت في انهي صندوق، الصندوق ده نعمل مضاهاه خطيه ونطلع له كارنيه ناخب مرسي، عشان في هذه الحاله يتم الدفاع عنه وما يسيبش شغله وما يتركش اسرته وما يغبنش حقه، ويتم التغاضي عن كل التقارير الصادره لحقه وفي صفه من الدوله اللي كان بيشتغل فيها. زي ما كان بيتكلم رياض، ناس بتشتغل في وزاره الدفاع وبتشتغل في الداخليه وبيشتغلوا في المواني وفي الاخر خالص طلعوا متجمهرين. تمام، متجمهرين. هي متجمهرين. والاخوان اشتغلوا علينا هناك برضو بعد ما رجعنا. ازاي؟ الاخوان هناك طلعوا شائعه هي اللي روجت الفكره وكبرت الموضوع، ان الشباب اللي تمت ابعاتهم من الكويت كانوا بيجمعوا تبرعات وكانوا لصالح قوى سياسيه موجوده هنا في البلد. الاخوان عملوا كده فعلا. بيجمعوا تبرعات؟ تبرعات عشان نجيب بيها جبنه. وللاسف كل اللي اتقبض عليهم ولا كان في جيبه فلوس ولا تبرعات ولا كان في اي شيء. يعني ما سرقتوش. لا اصل التبرعات دي يعني ده تبرع، ده حاجه عيانا بيانا ابناء الجاليه عاوزين يعملوا حاجه هم احرار يعني. لا ده حددوا للدستور وللتيار الشعبي. الدستور والتيار الشعبي يجمعون التبرعات. انا بقول لك ولصالح مين؟ لصالح مصر. الجرايد هناك. لا، لصالح الجبنه النستو. لصالح الجبنه النستو. لصالح الجبنه النستو يا مصريين. وبرضه كلمه حق، احنا من يوم ما رجعنا. طيب بس انا عايز اقول لك كلمه اخيره بعد اذنك. انا في كلمه حق وفي كلمه اخيره هتقولوها في 30 ثانيه. اللي محتضننا وبيسال علينا باستمرار ومتبني قضيتنا الناس بتوع التيار الشعبي وعلى راسهم الاستاذ حمدين صباحي. بارك يعني الله كلمة في حق كل تتقال المصريين. يعني. بارك الله في كل المصريين. قول. انا عايز اوضح رساله واحده بس، احنا الشعب وهم الجماعه، احنا الاكتر، ومهما دار الزمن الشعب والسياده للشعب. خلصت الحلقه لحد كده. اولا انا عايز اشكركم جدا، مش هقول لكم قلبي معاكم ولا حاجه، لانه حكايه القلوب دي ما تنفعش. في حاجه اسمها مجهوداتنا معاكم، ان كان يعني مطلوب مننا اي شيء نقدر ان احنا نتحرك فيه قولوا لنا. وظيفه الاعلام هو خدمه الجماهير والاطلاع على الحقيقه الكامله والدفاع عن الحق والحريه. بشكركم مره ثانيه على وجودكم معانا، وبنتمنى ليكم ان ربنا يعمل لكم اللي فيه الصالح. مش عايز اقول انه احنا الشعب ودول الجماعه، ولكن ارجو من الدكتور محمد مرسي ان هو لا يكرس لهذا المفهوم شعب وجماعه. انا عايز اقول ان في حاجه اسمها الشعب المصري يا دكتور مرسي، الشعب المصري يا دكتور مرسي، الشعب المصري يا دكتور مرسي، الشعب المصري يا دكتور مرسي. اعمل ايه؟ اروح اشنق نفسي؟ سلام يا دكتور مرسي. خليكم معانا، لسه برنامج صباح مستمر. زميلتنا العزيزه ايمان عز الدين هتبقى موجوده معاكم، وفقره هامه جدا عن المراه في مجلس الشورى، وتستضيف يعني الرائعه جدا الدكتوره منى مكرم عبيده تكون موجوده معانا في هذه الفقره مع ايمان عز الدين. ارجوكم تابعوا، لانه من الواضح ان المراه حقها يغبن في ظل حكم الاخوان. خليكم معانا.